ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض النهارده اكله الحله الواحده، اكله الطبق الواحد. ما بتحتاجش مواعين كتير خالص، سهله وسريعه وتتعمل في 5 دقايق ولا 10 دقايق بالكتير قوي. اول حاجه هنا نزلت بمعلقتين سمنه، هنزل عليهم بمعلقه من الزيت. بعد كده هسيب السمنه والزيت يسيحوا مع بعض ويتكنسوا كده مع بعض، وهنزل عليهم بقطع الفراخ بتاعتي. عايزاها تاخد لون بس كده زي لون التحمير، لكن هي مش هتكون استوت، احنا بس عايزينها تاخد لون كده من كل جنب كأنها متحمرة. الكمية دي لفردين بس، يعني انا عاملاها ليا انا وزوجي بس، لكن لو انتوا عددكم اكتر من فردين تقدروا تضاعفوا الكمية او تحطوا فراخ على حسب عددكم. بس هتبقى هي نفس الطريقة بنفس الوصفات، بس انتوا هتضاعفوها بس مش اكتر. هنا خلاص الفراخ خدت لون، هبتدي ان انا اشيلها وانزل مكانها بالبصل. البصل بقى مقطعينه جوليان، مقطعينه مكعبات صغيرة زي ما تحبوا. هنا كان خلاص البصل بتاعي خد اللون البني الغامق اللي انا عايزاه، لازم يكون غامق. هبتدي ان انا انزل بالفراخ بتاعتي، ونزلت بفصين من الثوم المفروم طبعا، وهنزل بقى بعد كده بالبهارات بتاعتي: فلفل اسود، بابريكا، وكركم، وكاري، وليمون جاف، ورق لورا، ومعلقتين من الصلصة ده عشان يعزز اللون. وهنزل بمقدار المية بتاعتي، وهخلي الفراخ تاخد 3/4 سوا، مش عايزاها تستوي كامل. هنا بعد ما الفراخ خدت ال3/4 سوا اللي انا عايزاهم، هبتدي انزل برز بسمتي مغسول ومنقوع نص ساعة. انا نوع الرز اللي بجيبه بيحتاج ان هو يتنقع قبل الاكل نص ساعة بس، انتوا على حسب نوع الرز، في رز بياخد ساعة، في ساعة الا ربع، على حسب النوع. وهنا كنت خلاص مش محتاجة ان انا اضيف مية تاني، هي مقدار المية كان كويس. هبتدي ان انا اغطيها واسيبها تستوي مع بعضها. وهنا بقى اللحظة الحاسمة، الريحة تحفة تحفة تحفة، سهلة وسريعة، ومش مش بتحتاج ان انتي تبهدلي مواعين كتير ولا تبهدلي المطبخ، كله في حلة واحدة، كله مع بعضه وخلاص. هنا بقى كنت انا مجهزة سلطة عادية خالص، هي اصلا في البلاد الخليجية بياكلوها يا اما مع سلطة عادية يا اما اللي هي سلطة الدقوس، وانا هنا كنت مجهزة سلطة عادية فحطيتها. وزينوا بقى الوش بتاعها زي ما تحبوا، عندكم مكسرات حطوا، عندكم زبيب حطوا، اي حاجة انتوا حابينها تحطوها، مش حابين تضيفوا عليها اي حاجة على الوش عادي ما تحطوش خالص. انا هنا ما كانش عندي غير زبيب فحطيته. وبس كده، ده كان الشكل النهائي بتاعها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك واشتراك.